السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتة بتقول ان هي متجوزة ابن عمها في بيت عيلة. بتقول كلنا قرايب في قلب بعض، استلاف قرايب يعني اولاد، احنا متجوزين ولاد عمامنا ولاد خلالنا، المهم احنا عيلة في قلب بعضها. حتى امي وابويا قرايب وحماتي وجوزها قرايب، يعني كلنا قرايب في قلب بعضها. فبتقول عشت معاه 8 سنين وما قدرتش استحمل واتطلقت، ومحدش يقول لي السبب ايه. فبتقول عيالي كانوا بين 5 سنين و7 سنين و8 سنين. قلت لهم انا مش هشيلهم، انا كده كده هتجوز وهشتغل، مش هشيل حد. سبتهم عند مرات عمي اللي هي حماتها. تقول له وانا اشتغلت ما اتجوزتش عشان كل اللي عايز يتجوزني جايب عيال وانا مش ناقصه. طب انا كنت ربيت عيالي احسن، وكل ما يجي يقول لي خدي عيالك اقول لهم لا، انا هصرف عليهم وهربيهم وهو مش هيسال فيهم، سيبوهم كده احسن. فضلت طول الوقت يعدي وانا بشتغل، والوقت يعدي لحد ما عدى يجي 20 سنه. فعيالي ما شاء الله كبروا. فسلفتي جت تجوز ابنها، راحت عازماني على الفرح. بتقول رحت، عيالي شافوني ما سالوش فيا ولا جم عليا ولا سالوا فيا ولا اي حاجه. فانا بقول لها طب ما هيجوا ازاي وانت في جفه ما بينكم؟ فبتقول لا بس انا امهم، ربنا مش هيحاسبهم. طب ما انت ربنا هيحاسبك، انت رميتيهم برضه. قلت لها اصل انا كنت بعمل نفسي في شغلي وبكبر شغلك. ايه يا ام شغل؟ ده القطه بتاكل عيالها عشان خاطر، يعني القطه بتاكل عيالها خوفا عليهم. شغل ايه؟ انت شغلك ولا عيالك؟ فده كان الحوار داير ما بيني وبينها، ان هي لا انا مش هربيهم واقعد بيهم وانا حلوه. انا كنت ممكن اتجوز بس انا كل اللي يجي لي عيال، فانا مش هقعد اتلبي بيهم وانا اقعد بيهم واصرف عليهم واربيهم، في الاخر هم يتجوزوا ويروحوا لابوهم برضو في الاخر وانا عمري يضيع. لا انا اشتغلت واتلاقيت في شغلي. يعني انت اتلاقيتي في شغلك 20 سنه، معنى كده انت ولا كنت بتسالي فيهم؟ معنى كده ان العيال عشان فيك حود فمش مسالين فيكي. فانت زعلانه ليه؟ انت اكراما ليكي اصلا، ما اعرفش بتشتكي ليه. يعني انت كل اللي شاغلها في الحوار كله ان هي شافوها في الفرح ما راحوش سالوا عليها، فكده ربنا يحاسبهم. هي زعلانه، لكن مش زعلانه ان سابتهم 20 سنه. فبتقولي سايباهم، مش سايباهم لحد غريب، سايباهم مرات عمي. ما مرات عمك دي ايه؟ مش امهم، وانت فين؟ ما عدموش امهم صاحيه مش ميته. وانت بتطلقي بتقولي ما حدش يقول لي اتطلقت ليه. طب ما انت معنى كده ان انت اللي وحشه مش جوزك اللي وحش. والله اعلم ما بيك، الله اعلم يعني. بس انت ازاي تضحي بعيالك عشان شغلك ولا عشان اي حاجه؟ اتطلقتي عيالك على قلبك، مفيهاش كلام. انت كده باصه لنفسك بس، انت اللي عايزه اتجوز واتجوزتي ما اتجوزتيش في الاخر. اتلهيت في شغلي، طب يعني فرحتي بشغل. اديكي دلوقتي اهو ملهيه في شغلك وكبرتي في شغلك، لكن ما عيالك مش موجودين ولا معاكي. انت اكراما ليكي ما كنتيش رحتي الفرح اصلا. يعني انت كنت منتظره ايه منهم؟ انت ما اديتهولهمش، بتطالبيهم بيه هو ليه؟ يعني انت ما ظهرتلهمش حنان ولا عاطفه ولا اي حاجه. فالمفروض انت تقابلي برضو نفس الكلام. لو انت حنينه كانوا هيبقوا حنين عليكي، لكن انت وحشه معاهم، هم يبقى حلوين ليه؟ بأمارة ايه؟ شافوا منك ايه؟ لا انت غلطانه اصلا، غلطانه. انت انانيه، انت بصيتي لنفسك بس لكن ما بصيتيش لعيالك. وقلنا نراكم في الكومنتات ايه. وصلوا على النبي يا جماعه، والسلام عليكم في فيديو جديد.